السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي وعيلتي وناسي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة جيدة واسعد حال، واهم حاجة يا رب راحة البال. حبايبي وعيلتي وناسي، صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم واتوب اليه. جددوا ايمانكم بشهادة انا لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. حبايبي وعيلتي وناسي، شكرا على التعليقات الحلوة، شكرا على الناس اللي معايا، شكرا على حبايبي اللي نوروني. اتمنى عيلتي تكبر اكتر اكتر فضلا وليس امرا. شكرا على كل حاجة. النهاردة بقى هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن موضوع مغتربة في فرنسا. انا مش بحب اتكلم كتير عن مغتربة في فرنسا، بس انا عايزة اتكلم في نقطة. انا عايزة اقول لكم، انا بحس ان في قنوات محتواها بس مغتربة في فرنسا، محتواها بس حياة مغتربة في فرنسا. حياتها، هي بتاكل ايه، هي بتشرب ايه، هي راحت فين، هي عملت ايه. وبعدين يعني ننتقد، بس ننتقد باسلوب ايه؟ اسلوب بناء، اسلوب حلو، اسلوب يعني ثقافي، اسلوب متحضر. مش نتكلم بطريقه مقززه مقرفه، لدرجه ان في بعض من الكومنتات بيقولوا لها بنات بلدك بيهاجموكي. يعني شيء مش حلو، مع ان في قنوات كتيره قوي بتساند هناء من بنات بلدها. بس يا جماعه، انتقدوا انتقدوا بذوق، باسلوب كويس بناء. بس انا حابه اتكلم عن ايه؟ مش هو ده الموضوع. انا بس عايزه احب اتكلم في حبه حاجات. منها اولا ان في ناس بتنتقدها حتى في اكلها. يعني هو الاكل اللي بتاكله، انا شايفه ان هي مثلا بتجيب حاجات بسيطه، شويه فاكهه بتاكلها وبتقطعها بتاكلها. انا مش شايفه ان في اسلوب مقزز. يعني معلش انا اسفه، اللي مش عاجبه اسلوبها في اكلها ما تتفرجوش يا جماعه، ما تتفرجوش عليها. وبعدين انا في بعض الحاجات والسلبيات بتضايقني في هناء، زي الغناء، لان صوت المراه عوره. بس انا حابه اكلمكم في نقطه مهمه كمان. يعني هي لما بتيجي بتاكل، مش شايفاها بتاكل بكميات رهيبه زي بعض القنوات. القنوات دي بيبقى محتواها الاكل، وبدون ذكر اسامي، بس بقول لكم بس بياكلوا بطريقه لا مؤاخذه اعزكم الله بيلغوصوا. يعني ايه المقزز في اكلها؟ هي بتاكل عادي، يعني مش لدرجه انتقاد في طريقه الاكل. يعني مش شايفه انها بتاكل بطريقه وحشه قوي يعني للدرجه دي. هو ده اللي انا بقول عليه. دي نقطه من النقط اللي بشوف ممكن ما تقدروش تتكلموا على قنوات كبيرة جدا. فيعني انا شايفة ان مفيش يجي 30 الف قناة بيتكلموا عن قناة مغتربة في فرنسا. في قنوات تانية كتير قوي بتتكلموا عنها. وبعدين نقطة موضوع العريس وان هو طلع مخلف يا هناء، او واحدة بتقولك من صوته انا بعرفه، يعني او انتي اختبرتيه عن طريق الرسالة اللي جاتلك، ان هو برضو ما ردش عليك في موضوع بوكيه الورد. تمام. انا عايزه اقول لك، هو ممكن يكون ده اسلوبه. انا شايفه ان هو زي ما يكون بيخلع. اقول لك ليه بيخلع؟ لان اللي بيحب حد، او انت بتقولي فضلت اليوتيوب عفوا. هو مش موضوع انك انت فضلت اليوتيوب، هو ممكن يكون انت مش عارفة توازني امورك، لان كل ست بيبقى ليها عملها ولادها. يعني هل مش هتقدري توفقي مثلا بين بناتك، او بين زوجك اللي هتتزوجيه، او بين عملك في اليوتيوب؟ عمل اليوتيوب كل حاجة ليها توازن. انت اخدتي اليوتيوب كادمان. لا، كل حاجة ليها وقتها وليها حياتها. لتنظيف البيت له وقته، الاكل ليه وقته، اليوتيوب ليه وقته، بناتك ليه وقتهم، اللي هتتزوجيه ليه وقته. كل حاجة ليها وقتها وليها توازنها. مش دي حاجة بتيجي على حساب حاجة، او نفضل حاجة على حاجة. طبعا حقك ان انت متابعينك بتحبيهم، حقك ان انت متابعينك، بس ما تفضليش شيء على شيء. بس عايزه اقولك على حاجه، رغم ان انت واخده اليوتيوب ادمان، لكن حاولي توازني امورك، ان كل حاجه ليها وقتها. بس عايزه اقولك ان الموضوع ده كشف البني ادم دوت. معلش انا اسفه، انا شايفاه هو عايز يخلع. شايف ايه هي نقطه ضعفك وحبك لليوتيوب؟ فقالك ان انا اخد النقطه دي عشان اعرف اخلع. ففعلا هو عايز يخلع، معلش انا اسفه. فراح قايل لك ايه رايك في اليوتيوب، وجابها عن طريق اليوتيوب عشان عارف انك بتعشقي اليوتيوب. فهو كان ممكن يقول لك لو بيحبك هيحب اليوتيوب، او يقول لك عالج السلبيات اللي في اليوتيوب، التعليقات السلبيه اللي في اليوتيوب نعالجها سوا. اللي بيحب حاجه بيحب حد بيحبه بعيوبه قبل مميزاته. هيحب ايه هو عمله، هنقول ازاي نقضي على الحاجه اللي بتضايقك ومش هتاثر على حياتنا. دي نرجسيه منه، انانيه، ان هو فضل ان هو بيقول بتاثر على سلبيتنا، انه عايز هو نفسه ويجي بيته مرتب حياته
الزوج ليه حقه نوضب حياته ويرتب حياته، وحياته تلاقيها هاديه وجميله ومرتبه. ويبقى ليه وقته. ممكن يقولك ايه، اليوتيوب خلي وقته في كذا، انا وقتي كذا، خدي اجازه في كذا. طول الوقت هو مشغول. يعني انت عايزها تبقى تفضل مثلا تكلم نفسها في البيت، تبقى طول الوقت بتكلم روحها؟ لا، معلش انا اسفه، دي انانيه منك، ولا انت دي اسلوب عشان انت تخلع، مش عارف تخلع ازاي فتخلع بالطريقه دي. فاللي بيحب حد بيحب يقول له ايه، نعالج الامور سوا، اشاركك عملك اشاركك عملك، انت توازني امورك وتقولي ان انا اشاركه وهو يشاركك، ان احنا نبقى مع بعض، الحياه تفاهم، الحياه موده ورحمه، الحياه اسلوب بين الطرفين. الطرف اللي بيحب حد عمره ما هيخليه يستغنى عن حاجه عشان حاجه، وانت في نفس الوقت ما تفضليش شيء على شيء، لازم توازني امورك يا هناء. موضوع ان الست قالت لك انا اعرفه من صوته شيء غير منطقي غير عقلاني. معلش انا اسفه، طلع متجوز او مخلف، استشفي الامر. خلاص هو مش عايزك عشان هو اصلا بيتلكك. ما واضح كده، وموضوع بوك الورد. ايوه قال لا طبعا صح، لان هم من معجبينك ومتابعينك، صح ما فيش مشاكل. بس هو لو كان عايز يرد في موضوع الاطفال دوت، ان واحده جت مجرد قالت لك عشان تستشفي الامر، او انك انت تتيقني الامر وما ردش، يبقى هو عايز يخلع. انا اسفه. وبعدين وزني امورك وخدي حياتك لكل حاجه، الوحده صعبه يا هناء. ما ينفعش، لازم تعيشي في حياه، حاجات كتيره قوي ممكن تونسي وحدتك بيها، وبناتك ليهم حياتهم. انت الدنيا ما وقفتش، ممكن تلاقي بني ادم وشخص يحبك ويحب عيوبك قبل مميزاتك، يحب اليوتيوب معاكي يساعدك فيه، يعالج سلبياته، بالعكس يسندك، يكون سند ليكي بعد ربنا. لكن انا معلش ده مش سند. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.